القبائل بألقاب قارية، ولكن في الوقت اللي فيه محاولة للوفاق ربما الهدف الأول، وبالفعل الهدف الأول للوفاق. الهدف الأول للوفاق، يتمكن الوفاق من فتح مجال التهديف في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب زموم وليد، يتمكن من الانفراد بالحارس وبدي، ويتمكن من فتح مجال التهديف امام عدم رضا المدرب محمد بوطاجين بالخطا المرتكب في دفاع الوفاق. الاتحاد كما نشاهد انفرد بالحارس وبدي وتمكن من فتح مجال التهديف، كان بعيد عن كل مراقبه. مرفوعه بالفعل، المتابعه، المدافع هو الاقرب لمصلحه الوفاق، ثم كره طويله، ابعاد الكره من زموم ناحيه رفيقه، يصارع من استرجاع هذه الكره. قناوي يتفوق، قناوي يتوغل، يسدد قويه. الهدف الثاني لمصلحة الوفاق بلقطة فردية رائعة من قناوي، يتمكن من تسديد الكرة في الزاوية الصعبة، يتمكن الكرة معادة مرة أخرى. ومصلحة الوفاق يلعبها مع رفيقه، مع تابتي مضطر للعودة للخلف. بوشامة يحاول توزيع الكرة في القائم الثاني، والهدف الثالث في الوقت اللي كان عناصر اتحاد بسكرة ينتظرون من الحكم المساعد رفع الراية، إلا أن الحكم المساعد طلب مواصلة اللعب. كما نشاهد هل فيه وضعية تسلل هنا عند انطلاق الكرة، ستكون الإعادة من زاوية أخرى. اللاعب هنا من رصيده من الاهداف في قادم المباريات، اللاعب قناوي وبقيه زملائه. سالم ايضا ساهم في تسجيل هدف ثالث اليوم في مباراه اليوم، توزيعه داخل منطقه العمالي، ثم فرصه لتقليص النتيجه، وبالفعل فرصه لتقليص النتيجه من جانب اتحاد بسكره، يتمكن في الاخير من تقليص النتيجه، وتصبح النتيجه 3 مقابل هدف 1 لمصلحه الوفاق. يتمكن هذه المره ورعده مراد من استغلال هذا الخطا، او لا اقول خطا ولكن شعبي فقد توازنه، فقد سيطرته، والكره كانت سهله للاعب برعده، يتمكن من تسجيل الهدف الاول لمصلحه الاتحاد.